أقوى حماية للواي فاي لراوتر وي أبو 20 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. النهاردة إن شاء الله معانا راوتر وي أبو 20 جنيه ZTE H 188A فيرجن 6. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل أقوى حماية للواي فاي وخاصية البلاك ليست والوايت ليست. بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. بنفتح طبعا إعدادات الراوتر، نفتح الصفحة بتاعة الراوتر وبنكتب فوق في العنوان 192.168.1.1 ADMIN، والباسورد بنكتب الباسورد اللي على ظهر الراوتر وتكون حروفه كلها كابيتال. وبنضغط على لوج ان. بنيجي هنا بقى للWLAN سيتنج. هنا في WLAN SSID configuration. من هنا طبعا بتقدر، وطبعا من هنا بتقدر تخفي الشبكة. وهنا بقى الباسورد، تضغط هنا طبعا على شو باسورد، هيظهر لك الباسورد بتاعك وانت بتكتبه. طبعا الباسورد بتاعنا لازم يكون ارقام وحروف وعلامات. طبعا حضرتك بتكتب الباسورد اللي انت عايزه، المهم ان هو يكون عبارة عن ارقام، حروف، علامات. والحروف برضو لازم تكون كابيتال وسمول. وهنا طبعا بتحدد العدد، ودي حاجة مهمة جدا. انت دلوقتي عندك مثلا وليكن في البيت 5 أجهزة، فانت مش عايز حد يخش زيادة على الأجهزة بتاعتك، فهتحدد هنا مثلا وليكن الخمس أجهزة. عندك 6، عندك 7، عندك 8، بتحدد العدد اللي انت عايزه. وطبعا ده اختياري، يعني دي حاجة ترجع لك، بحيث لو انت برضو عايز تدخل أجهزة تانية غير الأجهزة اللي موجودة عندك فما تقيدش نفسك برقم معين. وطبعا اللي عملناه في 2.4 هنعمله في 5 جيجا هرتز. برضو هنخفي الشبكة بتاعتنا وهنصعب في الباسورد على قد ما نقدر، ونخليه أرقام وحروف وعلامات، وتكون الحروف كابيتال وسمول. ولو عاوز برضو تحدد عدد المتصلين بالشبكة مفيش مشكلة. طبعا بعد ما بتخلص بتضغط على أبلاي. نيجي بقى الخاصية جميلة جدا وهي أقوى حماية للواي فاي. لو دخلنا هنا في WLAN Advanced بنلاقي هنا حاجة اسمها بلاك ليست ووايت ليست. تعالوا نعرف الأول إيه هو البلاك ليست وإيه هو الوايت ليست. البلاك ليست ودي عبارة عن قائمة، هتبقى قائمة فيها مجموعة أجهزة. الأجهزة دي ما تدخلش على الشبكة بتاعتك، يبقى الأجهزة اللي أنت هتحطها في البلاك ليست أو في قائمة البلاك ليست دي اللي أنت هتمنعها من الدخول على الشبكة. يعني مثلا الموبايل ده أنت عارف إن هو على طول بيدخل على شبكتك وعايز تمنعه من الدخول، يبقى تحطه في البلاك ليست، كده مش هيدخل تاني لشبكتك. طيب بالنسبة بقى للوايت ليست، الوايت ليست هي الأجهزة اللي أنت عايزها تخش على الشبكة، وهي طبعا الأجهزة اللي معاك في البيت. فمثلا أنت عندك أدي 1 2 3 التلات أجهزة دول أو الأربع أجهزة دول عايزهم هم دول اللي يدخلوا على الشبكة، وأي جهاز تاني ما يدخلش نهائيا. يعني هتدخل مجموعة الأجهزة اللي أنت عايزها أو هتضيف مجموعة الأجهزة اللي أنت عايزها، وهم دول اللي يدخلوا على الشبكة ويقدروا يستفيدوا بالإنترنت. أي جهاز تاني مش هيقدر يدخل بعدهم. طيب ازاي بقى نفعل خاصية زي ديت؟ انت عندك هنا SSID 1 و2 و5 و6. لو تيجي هنا في ال WLAN Basic هتلاقي ان الشبكات المتاحة عندك اللي هي SSID 1 و5. هتلاقي هنا دي On و On. انت عندك هنا 4 شبكات، هي 1 و2 و5 و6. فانت عندك 1
و5 هم اللي مفعلين، ولو عايز تفعل ال2 وال6 مفيش مشكلة، فعلهم ويبقى عندك 4 شبكات وتقدر تتحكم فيهم زي ما انت عايز. فهنا بقى انت عندك ال1 وال5. فهنا مثلا ممكن تعمل هنا لو عايز تعمل فيها بلاك ليست، وليكن يعني عملت هنا بلاك ليست، بتيجي هنا بقى في الاكسس كنترول، هنا بتكتب اسم الجهاز، وهنا بتحدد له الشبكة اللي هو يدخل عليها، وليكن SSID 1. انت هنا حددت البلاك ليست، فأي حد هتكتبه هنا مش هيقدر يدخل على الشبكة. تمام؟ يبقى انت هنا لو حددت بلاك ليست وكتبت هنا الماك ادريس بتاع الجهاز ده مش هيقدر يدخل على الشبكة. طيب انا لو هنا عملت وايت ليست، لو عملت هنا وايت ليست هيحصل العكس، الجهاز اللي انت هتكتبه هنا هو اللي هيدخل على الشبكة. فعلى حسب الإجراء اللي أنت عايز تعمله، عايز تحدد بلاك ليست أو وايت ليست. وكمان أنت هنا عندك 4 شبكات، يعني تقدر تحدد في ال4 شبكات دي الأجهزة اللي هتدخل معاك أو اللي مش هتدخل معاك، بمعنى إنك ممكن مثلا تخلي SSID 1 وايت ليست وال SSID 2 مثلا بلاك ليست، وتضيف هنا الأجهزة اللي أنت عايزها تدخل، وتضيف هنا الأجهزة اللي أنت مش عايزها تدخل. يعني انت معاك حرية تعمل وايت ليست، تعمل بلاك ليست، تعمل الاتنين مع بعض. انت عندك 4 شبكات وانت حر، عندك شبكتين 2.4، وعندك شبكتين 5 جيجا هرتز. طبعا من هنا كده بتقدر تضيف جهاز تاني وتالت ورابع وهكذا، تقدر تضيف العدد اللي انت عايزه، مفيش اي مشاكل. يعني تقدر تضيف الاجهزة اللي هتدخل معاك بحيث ان مفيش اي جهاز غريب يقدر يخش معاك. ولو انت شاكك في جهاز معين وعارف ان الجهاز ده عارف الباسورد بتاعك وبيقدر يدخل، تقدر تضيفه في البلاك ليست ولا يمكن هيدخل تاني عندك ابدا. وطبعا ما تنسوش ال WPS، ودي لازم تكون ديسيبل. تمام؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوهولي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد على حضراتكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.